السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى واغلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يا رب يعود عليكم الايام كده بالخير. النهاردة كده اول رمضان حبيت اشارككم كده فيديو جديد. مش مجرد بس روتين، تشوفوا انا بعمل ايه وكده، لا، مجرد ان احنا كمان نسمع كلام مهم جدا. زي ما بنشجع بعض على شغل البيت، وبنشجع بعض ان احنا نشتغل في بيتنا، وان احنا ننظم بيتنا، وان بيتنا يكون نضيف وزي الفل. لا، لازم كمان نشجع بعض على العبادة. ده شهر العبادة. شهر المفروض ان احنا بنات ما نضيعوش من ايدنا ابدا. فرصة جديدة من ربنا ان احنا نطهر نفسنا من الذنوب ومن كل حاجة نعملها قبل كده. فرصة جديدة من ربنا ان احنا نرقي روحنا، ان احنا نرقي نفسنا، ان احنا نتقرب اكتر من ربنا، ان احنا نشعر اكتر بروحانيات ما كناش حاسين بيها قبل كده. فرصة من ربنا ان هو يستجيب دعواتنا، وان احنا نكون محسنين لربنا، ونتعلم معنى الإحسان، ونتعلم يعني ايه نكون محسنين ان احنا نعبد ربنا كأنه يعني كأننا شايفينه بالظبط، كأن ربنا قدامنا. احنا كتير بنغفل عن المعنى ده، كتير ان احنا بنجيب في سيرة الناس ومش عارفين او مش حاسين او مش مدركين كويس اوي ان ربنا شايفنا، ربنا سمعنا، ربنا مبصر لكل حاجة احنا بنعملها. ساعات كتير بتكوني مقصرة في طاعة وبرضه منتيش مدركة ان ربنا شايفك. ساعات كتير بتصلي من غير نفس، ساعات كتير بتفوتي اصلا الصلاة ومتصليش اصلا، مش مدركة ان ربنا شايفك وربنا سامعك وربنا عارف وعالم انت بتعملي ايه بالظبط. فرصة ده ان احنا نعمل ربنا، او ان احنا نعبد ربنا كأننا نراه. ربنا قدامنا، ربنا شايفنا. هتصلي ازاي وربنا شايفك؟ هتجيب في سيرة الناس ازاي وربنا شايفك؟ هتصوم ازاي وربنا شايفك؟ فرصة جديدة ان احنا فعلا نطهر نفسنا، فرصة جديدة ان انتي تجددي نيتك مع ربنا، فرصة جديدة ان احنا فعلا يا بنات خلاص ناخد النية كده، ناخد نفس عميق. ربنا شايفنا، ربنا سمعنا، ربنا عالم بينا. فرصة جديدة، يلا يلا نجدد النية مع ربنا النهاردة كده، ناخد النية ان احنا هنصوم وربنا شايفنا. شوفي انتي بقى هتصومي ازاي. فرصة جديدة كده وانتي بتجددي نيتك مع ربنا. انا هصوم النهاردة وربنا شايفني، هصلي صلاة النهاردة وربنا شايفني، هسمع الأذان وهطنش، ولا هسمع الأذان وهكمل المسلسل، ولا هسمع الأذان وهقوم أجري على الصلاة عشان ربنا شايفني. حاولوا ان انتوا تدوا كده هدنة لنفسكم. الشهر ده مش جاي للمسلسلات، وجاي بقى ان احنا نضيع مضيعة للوقت بقى، وان احنا نقعد ونتابع مسلسل ورا التاني. لا 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 لا. الشهر ده جاي علشان احنا نرتقي بروحنا، علشان ان احنا نشحن طاقة ايجابية كده، طاقة تكفينا السنة كلها. يا عالم في رمضان جاي ولا مفيش. نحاول كده ان احنا نجدد النية يا بنات. حاولوا ان انت النهاردة كده المعنى بتاع النهاردة والاحساس الحقيقي ان احنا ناخده النهاردة، والحاجة ان احنا نشتغل بيها ابتداء من اول ما بتسمعي الفيديو، سواء سمعتي اول يوم رمضان او تاني يوم رمضان. النية كده، وان انت الحاجة الجديدة ان احنا نعملها ان انت تجددي نيتك مع ربنا. اعبدي ربنا كأنك شايفاه. شوفي هتدعي ازاي. شهر استجابة الدعاء، شهر القرآن. هتقرأي القرآن ازاي؟ هتقرأيه كده كروتة كده وخلاص، او اصلا مش هتمسكيه، ولا هتقرأيه كأن ربنا شايفك وربنا سامعك وربنا قدامك وانت شايفاه؟ احنا تعبنا كتير يا بنات، تعبنا كتير. الفترة اللي فاتت كانت فترة ضيقة علينا كلنا كنا مخنوقين متضايقين. الفترة دي العبادة دي، شهر العبادة ده جاي علشان ان احنا نرتاح نفسيا، نرتاح نفسيا، ناخد كده نفس عميق ونقول يا رب احنا جايين مستعدين يا رب للعبادة، جايين مستعدين ان انت تتقبلنا، ان انت تدينا فرصة تانية. يا رب ادينا فرصة، ادينا فرصة نتقرب اليك بالصلاة وبالدعاء بالقرآن، بأي حاجة. المهم ان انت تتقبلنا وتدينا فرصة جديدة، وتدينا آم، احساس جديد نتعلمه، حاجة جديدة نتعلمها، نتعلم ازاي نعبدك يا رب، نتعلم ازاي نكون قريبين منك. نعهد نفسنا من النهاردة ان احنا ما نجيبش سيرة حد بحاجة وحشة. الله اعلم بالنوايا، مش احنا اللي هنحكم على الناس. فنحاول ان احنا كده ان احنا نتعلم معاني جديدة. دوري وابحثي انا هعبد ربنا ازاي. شوفي البرامج الأزهرية، البرامج الدينية، البرامج اللي هي تعلمك ازاي تستغلي شهر رمضان استغلال صح. ما نضيعهوش كده في هباء كده وزي أي شهر. لا، ده مش زي أي شهر. ربنا يعيننا وربنا يبعد عننا أي حاجة وحشة ممكن تبعدنا عنه.
فحاولوا كده يا بنات تستغفروا ربنا كتير، خلي عندك ورد من القرآن تعمليه كل يوم وتعمليه وتقرأي القرآن كده كأنك شايفة ربنا. السبحة في ايدك تذكري ربنا، تعملي ورد يومي كده ليكي بتذكري ربنا من قلبك، استشعار مش مجرد بس ان انت لسانك بيقول الذكر وخلاص، لا، ان انت تستشعري الذكر اللي انت بتقولي، تستغفري ربنا من قلبك، كأن ربنا شايفك، او مش كأنك انت شايفة ربنا. تمام. في حاجة كمان المناجاة وصلاة التراويح، حاولوا يا بنات تواظبوا عليها ونصلي، وحاولي ان انت تستعدي للصلاة، مش مجرد ان انت بتصلي كده وخلاص، الفرض كده وخلاص. قبل الصلاة استعدي للصلاة، شوفي سجادة الصلاة اللي بتاعتك نظيفة ولا مش نظيفة، ريحتها حلوة ولا لأ، الإسدال بتاعك نظيف ولا ريحته حلوة ولا ريحته مش حلوة. فاهمين الجو، هتصلي فين، جهزي المكان اللي انت هتصلي فيه، هصلي ايه المكان اللي بيريحني نفسيا، مش مجرد روتين بنعمله وخلاص، لأ، ده استعداد روحي كبير قوي 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 قوي. فحاولوا ان انتوا يا بنات كده النهارده يوم مختلف، يوم جديد، عبادة جديدة بطريقة جديدة تقربنا من ربنا اكتر واكتر. مش حابة اطول عليكم اكتر من كده، بس حابة ان انتوا تشاركوني الروحانيات دي، حابة ان اللي يسمع الفيديو يا بنات يكتب لي في الكومنت ان هو فعلا خلاص ان احنا هنجدد النية مع ربنا ونعبد ربنا كأننا بنراه في كل حاجة، كل حاجة بتعمليها حس ان ربنا شايفك. تيجي تجيبي في سيرة واحدة اعرفي ان ربنا شايفك، تيجي تكذبي في حاجة اعرفي ان ربنا شايفك، تيجي تأخري الصلاة بتاعتك اعرفي ان ربنا شايفك، تكروتي عبادة اعرفي ان ربنا شايفك. استشعري الروحانيات ان ربنا شايفك كل حاجة انت بتعمليها. شوفي مثلا لما بنكون شغالين في مكان وفيه كاميرا بنكون حذرين جدا في كلامنا، في طريقتنا في الكلام، حتى طريقتنا في الأكل بناخد بالنا كويس قوي، ما بالك برب العالمين اللي شايفنا في كل وقت في كل لحظة. فيا رب كده ربنا يعود عليكم الأيام بالخير، ويبقى شهر الخير وشهر العبادة وشهر الذكر، شهر بداية جديدة وانطلاقة جديدة في حياتنا. شهر فعلا نحس ان ربنا غيرنا، بس مش هيغيرنا غير لما احنا نتغير الاول ونغير الحاجات السلبيه، الحاجات اللي مش حلوه اللي فينا. حاولوا كده يا بنات تشوفي ايه السلبي اللي بتعمليه وتحاولي ان انت تغيريه وتوقفيه، حد انت مقاطعاه، في بينكم مشاحنه، حاولوا لا ان احنا نصلح كل ده، وان احنا نبدأ نتواصل تاني، وان احنا نسامح، ده ربنا بيغفر، لازم احنا كمان نسامح بعض. فحاولوا ان انتوا تستشعروا الروحانيات دي. ويا ريت ان لو وصلتوا لهنا اشتركوا في القناة، وان انتوا تفعلوا الجرس وتشجعوني ان احنا نكمل ونعمل كده سلسلة فيديوهات حلوة كده في رمضان. والله المستعان، وربنا يكرمنا يا رب جميعا، ويكون شهر الخير وشهر الانطلاقة وشهر البركة والرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار. واشوفكم على خير فيديو تاني، واسيبكم كده بقية الفيديو تستغفروا ربنا. باي.